الواحد بيطيب خاطره انه يرجع من الشغل هنا اهو، وعارف ان في صينية مكرونة بالبشاميل في الفرن، يخش تعبان وجعان، طلعها وشها دهب ومقرمش سخن بالشوكة وتغرسها فيها كده اهو، تلاقي البشاميل لافف حوالين المكرونة واللحمة المعصجة منزلة ميتها. يا انا عايز اسأل سؤال، انا داخل اشوف احنا ليه بنحب المكرونة بالبشاميل، ليه بنحب صينية البطاطس، ليه؟ انا ذنبي ايه اخش في قناة اسمها الحلة في المطبخ؟ ما انا عارف ان الحلة في المطبخ. طب ما انا عارف ان الحلة في المطبخ. انا عايز اعرف احنا ليه بنفضل ناكل الحاجات دي وما بنزهقش منها، مع انها عادية خالص. يعني هي مكرونة وبشاميل ولحمة مفرومة عادي عادي، يعني هي مش أكلة عظيمة. فأنا عرفت الإجابة. 4 حاجات. أول حاجة إنسانية وعصبية واجتماعية ونفسية. الإنسانية بيقول لك يا سيدي إن ده الاختيار، ده أنا كان الاختيار ده زي البيت، أنت بترجع له عشان تحس بالأمان. هو الأمان اللي أنت بتبطل تدور على المخاطرة فيه. لما تتعب من الجديد، تتعب من المواجهة، بترجع له. تمام، هو الاختيار الآمن علشان أنت إيه؟ تقلل المخاطرة في حياتك. ده رقم 1، ده القسم الإنساني، ده عادي. القسم بقى إيه؟ النفسي، هو الإحساس بالسيطرة. يا ريس أنا مضمونة، أنا عارف اللي هيحصل، نتيجة مضمونة، الطعم هو مش هيتغير، التجربة هي. تمام. وبعدين يقول لك ايه بقى؟ ان ساعات يكون الاكلة دي ليها علاقة بانسان او مناسبة حتى لو مش مثالية، بس انت متعلق بيها وبترجع لنفس الاحساس وبتحاول تسترجعه كل مرة بتطلبه فيها. دي رقم 2. رقم 3، القسم الاجتماعي. انت بتعمل زي اهلك واصحابك، هم بيطلبوا الحاجة دي يبقى اطلبها زيهم عشان ابقى جزء منهم او واحد منهم. فهو صحابك طلبوا الاكله دي، انا هطلبها زيهم، فخدت منهم الروشنه، خدت منهم نوع الطلب والاضافات بقى، وشيل منها وشيل منها والحاجات دي. او واحد متغرب، هو بيدور في الوجبه دي او الاكله دي